في عالم يعاني من تقلبات جيوسياسية واقتصادية، أصبحت الطاقة سلاحاً استراتيجياً يؤثر في مصائر الدول. مع انتشار الحرب الروسية الأوكرانية، تفاقمت أزمة الطاقة العالمية، ووجدت أوروبا نفسها في موقف صعب بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. ألمانيا، كقوة اقتصادية رائدة في القارة، أصبحت في سباق ضد الزمن لإيجاد بدائل للغاز الروسي. وفي هذا السياق، اتجهت الأنظار نحو إفريقيا، القارة الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، كحل محتمل لأزمة الطاقة الأوروبية. فهل ستكون إفريقيا المنقذ لأوروبا؟ وما هي التحديات والفرص التي تحيط بهذا التحول الجديد في سوق الطاقة العالمي؟ في ظل الأزمة الطاقية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت أوروبا، وخاصة ألمانيا، في سباق ضد الزمن لإيجاد بدائل للغاز الروسي الذي كان يشكل عموداً فقرياً لاقتصاد الطاقة في القارة. ومع تقلص إمدادات الغاز الروسي، اتجهت الأنظار نحو إفريقيا، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، كحل محتمل لأزمة الطاقة الأوروبية. أزمة الطاقة في أوروبا، الخلفية والأسباب. أولاً، اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. كانت روسيا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا، حيث كانت توفر حوالي 40% من احتياجات القارة قبل الحرب الأوكرانية. مع فرض العقوبات الأوروبية على روسيا ورد الأخيرة بتقليص صادرات الغاز، واجهت أوروبا نقصاً حاداً في الإمدادات. ثانياً، تأثير الأزمة على ألمانيا. ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتشغيل صناعاتها وتدفئة منازل مواطنيها. أدى انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الصناعات الألمانية بالإغلاق. ثالثاً، بحث أوروبا عن بدائل. بدأت دول أوروبا، بقيادة ألمانيا، في البحث عن مصادر بديلة للغاز، بما في ذلك الغاز المسل (LNG) من الولايات المتحدة وقطر، وكذلك الغاز الطبيعي من إفريقيا. إفريقيا، كنز الطاقة المنسي. أولاً، احتياطيات الغاز الإفريقي. تمتلك إفريقيا احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، خاصة في دول مثل نيجيريا والجزائر ومصر وموزمبيق. وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، تمتلك إفريقيا حوالي 7% من احتياطيات الغاز العالمية. ثانياً، إمكانيات التصدير. يمكن لإفريقيا أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز العالمي إذا تم تطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز. مشاريع مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، نيجيريا إلى أوروبا، ومشاريع الغاز المسال في موزمبيق تفتح آفاقاً جديدة للتصدير. مطامع أوروبا في الغاز الإفريقي. أولاً، زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لإفريقيا. في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي، زار المستشار الألماني دولاً إفريقية مثل السنغال ونيجيريا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. أبدت ألمانيا اهتماماً كبيراً بمشاريع الغاز الإفريقية، خاصة تلك التي يمكن أن تبدأ الإنتاج في وقت قصير. ثانياً، اتفاقيات جديدة. وقعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى اتفاقيات مع دول إفريقية لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز المسل. على سبيل المثال، تعمل ألمانيا مع السنغال على تطوير حقول الغاز البحرية التي يمكن أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2024. ثالثاً، التحديات. تحتاج إفريقيا إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية للغاز. هناك مخاوف من أن تصبح إفريقيا مجرد مصدر للطاقة لأوروبا دون الاستفادة الكاملة من مواردها لتحقيق التنمية المحلية. تأثيرات الأزمة على إفريقيا. أولاً، فرص اقتصادية. يمكن أن توفر صادرات الغاز عائدات كبيرة لدول إفريقيا، مما يساعد في تمويل مشاريع التنمية. قد تجذب الاستثمارات الأجنبية لبناء البنية التحتية اللازمة. ثانياً، مخاوف بيئية واجتماعية. هناك مخاوف من أن يؤدي التوسع في استخراج الغاز إلى تلوث بيئي وتفاقم أزمة المناخ. قد لا تستفيد المجتمعات المحلية بشكل عادل من عائدات الغاز.
مستقبل العلاقات الأوروبية الإفريقية في مجال الطاقة. أولاً، تعاون أم استغلال؟ يجب أن تكون العلاقات بين أوروبا وإفريقيا في مجال الطاقة قائمة على مبادئ العدالة والمنفعة المتبادلة. على أوروبا أن تدعم التنمية المستدامة في إفريقيا بدلاً من استغلال مواردها فقط. ثانياً، دور الطاقة المتجددة. يمكن لأوروبا أن تستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من حلول أزمة الطاقة. أزمة الطاقة في أوروبا وخاصة في ألمانيا فتحت الباب أمام إفريقيا لتلعب دورا أكبر في سوق الطاقة العالمي. ومع ذلك يجب أن تكون هذه العلاقات متوازنة وتأخذ في الاعتبار مصالح الدول الإفريقية ورفاهية شعوبها. إذا تم التعامل مع هذه الفرصة بحكمة يمكن أن تكون بدايا لتعاون طويل الأمد ومفيد للطرفين.